وتشكيلة نادي الوحدة في هذه المباراة السبيعي ووليد هوساوي، وفي خط الوسط عبد المجيد فلمبان والضاحي العتيبي، علاء ايشان. كرته الى وسط الملعب لصالح نادي الشباب، عادت الى حارس المرمى، وتعادل وحيد 7 نقاط هي كل ما حققه فريق الوحدة في ال5 جولات الماضية. لكن يتضح بالنسبة التمريرة في وسط الملعب، المحاولة والكرة مقطوعة، عادت لصالح الشباب أمامية النهاري وتمريرة، ولكن تدخل من خالد عسيري قلب الدفاع، مدافع الدولي تحدثنا عنه قبل قليل في المقعد. تمر وحداوية في مر إلى وسط الملعب، حاول فيها الكرة الماضية في الجهة اليسرى بالنسبة لفريق الوحدة، عادت شبابية في وسط الملعب، تمر شبابية في وسط تحركاته في أرضية الملعب، كرة لصالح الشباب أمامية تمر، مرور بالجهة اليمنى ووقوع للاعب فريق الشباب. شوف التدخل داخل المنطقة، الحكم يشير باستمرار اللعب، الكرة ما فيها شيء. معتوق كان يطالب بركلة جزاء لصالح نادي الشباب من السويد سامي، الكرة مرت عادت لصالح الشباب. أحمد عميسي أمامية لكن كرة مقطوعة، مؤيد الشويفعي، العميس أحمد إلى الجهة اليسرى. الشباب الآن صاحب الهدف الأول في المباراة، كورته بعيدة تمر إلى الجهة اليسرى لتنظيم الدفاعي الممتاز للاعبي الفريق الشبابي. شوف الكرة الخيبري عمان ومصطفى برناوي، كورته مقطوعة عادت لصالح الفريق الشبابي، مطالبة الجهة اليسرى، تدخل كان على البيشي، مطالبة بخطأ إلى غسان لكنها طالت على غسان، وصلت إلى الجهة اليمنى. النقاط المهمة التي يبحث عنها زوراك أو إيزاك، عفوا إيزاك دورو. كرة شباب مكرمة في مباراة الإياب بين الفريقين، في يبدو لي تبقت على نهاية الشوط الثاني، الوقت الأصلي من الشوط المباراة الثاني. الشباب إلى النقطة 44 اللاعبين، والكرة تمر إلى الجهة اليمنى. هذا الانتشار الممتاز في أرضية الملعب يجعل الفريق الشبابي يحصل على الكرة الثانية دائما، ولكن التمرير